مساء السعادة والروقان وراحة البال لكل متابعيني الغاليين. ايه، اتعشيتوا ولا لسه؟ تعالوا بقى، هاتوا رغيف عيش وتعالوا ورايا. اول حاجة زي ما انتم شايفين كده، الاكلة دي شكلها لذيذ جدا، والألذ بقى ان مكوناتها بسيطة وسهلة جدا، موجودة في كل بيت ومبتاخدش وقت. رغيف عيش كده، وهنروح حاطينه في طاسة كده مدهونة زيت، وننزل عليه بقى بكيس كاتشب، باقي صلصة مكرونة زي اللي عندي دي، حطيت عليها رشة زعتر كده وبس كده. ما عندكمش ده يبقى معلقة صلصة كده من اللي هي المعلبة، وحطوا عليها بقى شوية زعتر، ملح، فلفل أسمر، ومعلقة خل مع نص معلقة صغيرة سكر، وقلبوهم كده كويس وانزلوا بيهم على العيش. وعندك بقى اي جبنه حطيه، انا عندي كده رومي، عندك بقى موتزاريلا حطي، ما عندكيش خالص عندك حتى قريش حطي. والله مره جربتها بالقريش وكانت طعمها برضو حلو ظريف، بقدام القريش نفسها طعمها حلو، بتدي طعم كويس برضو. بعد كده بقى لو عندك شويه حبه البركه بتدي طعم حلو جدا، ما عندكيش خلاص بقى. بس هي عامه انا بحب احط حبه البركه عامه على اي معجنات عندي، حد اي حاجه فيها جبنه تلاقوني حشراها فيها على طول. وبعد كده غطي عليه وعلى نار هادية بالظبط، يعني 7 8 دقايق هتلاقيه الجبنة ساحت. ومن تحت بقى تلاقي العيش كده اخد لون حلو ومقرمش شوية كده، بجد تحفة. ايه ده، انتوا ماشيين كده عادي يعني؟ مش هتفرحوني بلايك لذيذ كده وكومنت منكم ومتابعة او اشتراك حسب بقى بتشوفوني في قناتي ولا في صفحتي؟ يلا سلام.